بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك وجودك وعطائك وكرمك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فائزين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طيب، بداية لا بد أن أشير إلى أمر وبعد أخذ الكلمة إن شاء الله تعالى سنتكلم. أن بعض الناس يظنون أن المكتب والمركز مفتوح كأنه يعني تضر عليه الأموال من كل جهة. لا ننكر فضل الله وخير الله وكثير ولله الحمد والمنة، لكن حتى نثبت أمرا، والرجل لا يفقه العربي كثيرا، لكن هذا هو الكلام حتى يتكلم بإذن الله تعالى. أتى عنده رجل ويقول له آخذك إلى مكان والتعالج فيه، يظنون أنه يعطي، مع أنه يقول كل من يأتي من الغرب أو من الخارج مثلا أو أوروبا أو أمريكا فهو محمل مثقل بحقائب من أموال. نتعاون معه في العلاج ولا يدفع لا في فردية ولا في جماعية ولا أدوية، ولله الحمد والمنة. هو سوف يعترف بهذا، وهذا الحمد لله علمنا حالته والتعطيل الذي عنده وأظهرناه على اليوتيوب. فحتى نبين للناس غفر الله لنا ولكم، اتقوا الله في أنفسكم، ليس فينا وإنما في أنفسكم. تحملون وتخطئون كاهلكم بأوزار وتحاولون تسيئوا إلى الناس الذين يقصدوننا أو يقفون عند الباب أو غيرهم، يعني حتى جعلتم يعني مصائد عن اليمين وعن الشمال. هذا عيب، الله أعلم وصراحة أعلم. فحتى لا أخوض في كلام ربما هو واضح منذ سنوات. البشير، السلام عليكم. كيف البشير؟ لا بأس، الحمد لله. بغيتك البشير تحكي لي قصة الشاب اللي أتى عندك عند الباب، عرفتيه؟ الرجل اللي جا سقساك قال لك نديك عند واحد خويا، كيفاش قصته هذا؟ ما عرفوش. انا كنت في المطعم، كان قاعد في الكرسي وانا جيت باش نرتاح شويه. طيب، من بعد قال لي لاش تروح عند شيخ نعيم ربيع؟ قلت له لاش تسقسيني هكا؟ قال لي خاطر انا نعرف واحد راقي ورقيه شرعيه، قال لي تعطي له شي اللي تحب في الفلوس. قلت له طيب معروف؟ قال لي نعم. قلت له صغير ولا كبير في العام؟ قال لي ممكن 40 سنوات. قلت له طيب زيد. قال لي ساكن مش بعيد، قريب. قلت له نعم. من بعد قال لي اعطيني الرقم نتاعك. قلت له واش راح دير بالرقم نتاعي؟ قال لي باش نتصل عليك، باش نعطيك اسمه والشريع والرقم نتاعو باش تتصل عليه باش يعطيك موعد. ما انا قلت له اسمع، قلت له شيخ نعيم يقرأ عليا في سبيل الله، حجامة في سبيل الله، الزيت في سبيل الله، الدواء في سبيل الله، كله في سبيل الله. حشم، سكت، ناض ومشى، راح، لا السلام لا والو. حتى السلام ما قال والو، ناض من كرسي وراح مشى. الله اعلم. وصباح كي مشيت مع زهير، نعم، مشينا في الدكان نشريو الماء. نعم، كاين واحد في السياره قاعد هنا في الشارع، نعم، ويخسر فيها وانا ما نفكرش كله. ممكن قلت له هذا هو اللي شفته قدام في المطعم، هو يشوف فيه وانا نشوف فيه، وانا نشوف فيه. قلت ممكن هذا هو اللي رجع، الله اعلم. مع زهير مشينا شرينا الماء، وكي رجعت ما لقيتوش، كان هنا في الشارع. نعم. يعني هنا يتبين على أنهم يصطادون الناس، يحاولوا أنهم يقتنصوا الناس ويضحكوا على الناس. ويقول له هذا، نعطيك عنوان سيد راقي
يعني بأي ثمن تريد، من بعدها يساومونه وما يكون علاج وطيب، وبعدها يقولوا احنا كأن أخذناه من الشارع. هذا الإنسان أي مال يعطينا فهو يعني ربح، وبالتالي يرجع. وقعت الكثير من الناس يأخذونهم ويحاولوا يضحكوا عليهم، ثم بعد ذلك مثلا يرجعوا يقول لك ها وقع لنا وقع لنا. وهذا الكلام وقع ماشي غير لك انت اخوي البشير، وقع لكثير من الناس، انهم يظنوا الناس مساكن جايين من اوروبا ولا من الخليج ولا غيرهم، لانه يعرفونا كثير ويجوا عندنا يعني يضحكون عليهم. على بالي. وهناك ناس يتورطوا بحسن نية يعطون اموال كثيره. على بالي خطره. هذا الرجل هذا لقيته انا ندخل في الكرسي. دخل هنا ندخل، ومن بعد لقيته في الشارع في المطعم. نعم. كي هو يتكلم معايا قال لي نعرف واحد معروف يدير رقيه شرعيه وهكا. انا سمعت فيه بس راني ما فهمتش، قلت واش بيه هذا. كان هنا دخل هنا قاعد في الكرسي ممكن ساعه ولا زياده ولا 2 ساعات ولا. ومن بعد جا عندي قال لي هاك. ومن بعد انا خممت قلت هذا الله اعلم، ولا هذا يجيب جا لهنا باش يجيب الفتنه، ولا هذا الشيطان انس الله اعلم، ولا هو يجيب لك العين والحسد. بصح ما كاينش غير هو، كاين واحد بصح ما نقدرش نقول لك من هو، تعرفوه غير باش ما تدخلوش في المشاكل مع بعضنا. نعم. تكلم معي قال لي لاش الشيخ نعيم ناس يخلصوا يبيع الكلام الله، ما يخدمش في سبيل الله، ما يقدرش يبيع الكلام الله، يدفع الفلوس كثير يربح الفلوس كثير. انا هضرت معاه كلمت معاه باش نفهموا، قلت له بصح الشيخ نعيم في الناس اللي عندهم فلوس يخلصوا، الناس اللي ما عندهمش فلوس يعاونون في سبيل الله في وجه الله. حشم شويه قدامي، قلت له ما تخممش هاك، خاطر هو طيب الشيخ نعيم اللهم بارك ما شاء الله. انا نجي كل يوم هنا عندي شهر ونص قريب شهرين، وكل يوم نجي لهنا انتم تقراوا عليا ديروا لي حجامه في سبيل الله، دعوا الناس اللي عندهم مشاكل اللي ما عندهمش دراهم، الفقراء. وانا سمعت كثير الناس يدوروا قالوا الخير عليكم، على الشيخ نعيم، الحمد لله. على اخوك مصطفى، على اخوك الاخر ما نعرفوش، على زهير ما شاء الله اللهم بارك، عن ياسين وعبد الله. بصح ما عندنا ما نديروا، الناس يحبوا المشاكل، يحبوا الفتنه، يحبوا لا هما الغايه اخي بشير. نقول لك نتكلموا بحق، هما عندهم جوج الحوايج، يبحثون عن الدرهم والدينار، عن المال. طريقة المال إما أن يشوفوا سمعتك باش ياخذوا الناس، وإما أنهم يتعاملوا مع الناس بسميت كأنه كنت. الغاية باش الذكي كيفهم، الغاية أنهم باغيين يكسبوا زبائن، يكسبوا مرضى، ياخذوهم ويتاجروا بهم. لكن يقولوا ما شاء الله نعم ربيع، ويأتوا الناس عندهم من كل مكان يوميا، عنده ناس وعنده نظام وعنده سكرتارية وعنده مواعيد وعنده كذا وعنده كذا. فيقول لو أننا أخذنا منه كل مرة كل يوم واحد اثنين وما ينتبهش. فهمتوا ولا لا؟ ولكن هم أخذوها بطريقة غير شرعية. كيفاش غيعمل لهم الله البركة في العلاج؟ هم عارفين على أنك تتعاون مع الناس بالخير، الجانب ديال الخير ما كيذكروش، كيبغوا يذكروا الجانب الآخر. صحيح. فهمتوا ولا لا؟ صحيح. فهذا إشكال وكيكذبوا على الناس. ولكن الحمد لله اللي كيجي هنا كيدي معاه الفكره الصحيحه ان شاء الله، لان كيبقى هنا كيفهم، كيبقى يسمع الناس، كيعرف كيفاش كنتعاونوا معاهم وكذا وكذا. هذا هو الامر اللي كاين. فلهذا نقول لك اخي البشير، انا ما كاينش احنا ما عملناش معك الخير باش تقول هذا الكلام، لان الكلام غير انت حكيتي لزهير اشنو وقع وغتسجل معنا هذا الكلام. اما الخير احنا غنديروه لله تعالى ودرناه، ماشي كنتسناو نديرو باش ندفيديو. والله يشهد يعني مع ليس معكم وانما مع كل واحد ياتي الباب مفتوح. احنا دابا ان شاء الله نرقوا هذا الامر ونبداو مع الشيطان باذن الله. يلا ارفع يديك الان، ارفعها هكذا وبقى تقول لا اله الا الله، غمض عينيك.